تخيل معايا مشهد بسيط، شاب صغير واقف قدام بيت متشقق في قرية بعيدة، في ايده موبايل بيتفرج على اعلان لشقة في المدينة الجديدة، في حمام سباحة وجيم ومناظر طبيعية. يغمض عينه ويتخيل نفسه هناك ويبتسم، وبعد دقيقة يقفل الفيديو ويرجع يشيل الطوب اللي في الموقع اللي هو بيشتغل فيه. المشهد ده يا صديقي مش مشهد غريب، ده بقى الطبيعة في زمن احنا بنعيش فيه على صور اكتر من الواقع، زمن الوهم الجميل اللي بيخلينا نحس اننا اقرب للسعاده بس من بعيد. بس ايه هو اقتصاد الوهم؟ هو ببساطه لما الاقتصاد يفضل يتحرك والفلوس تتداول من غير ما يكون فيه قيمه، يعني بنشتري حاجات مش موجوده فعلا، او نعيش في حاله اننا هنبقى اغنى، زي لما تشتري منتج بالتقسيط عشان تحس انك قدرت، او تاخد قرض عشان تعيش اللحظه، او حتى تشارك في مشروع لسه ما اتبناش. كل ده بيدور في فلك واحد، اننا بنشتري المستقبل اللي مش قادرين ندفعه. لو رجعنا بالزمن شويه هتلاقي ان فكره الوهم كانت دايما جزء من الحياه الاقتصاديه، بس زمن كان الوهم بيحرك الابداع. الناس كانت بتحلم تبني سفن، مصانع، دول جديدة، أما دلوقتي الوهم بقى سلعة في حد ذاتها. الناس بتبيع لك الشعور بالثراء مش الثراء نفسه. شركات الإعلانات مثلا بتسوق لك حياة مثالية على إنها متاحة بمجرد ما تشتري المنتج. تفتح الموبايل تلاقي إن كل إعلان بيقول لك اشتري دلوقتي وهتبقى مبسوط، لكن الحقيقة إنك بتشتري لحظة رضا قصيرة، وبتفضل محتاج تشتري غيرها تاني وتالت. وده اللي خلى بعض الاقتصاديين يسموا عصرنا ده عصر اقتصاد المشاعر مش الانتاج. كل حاجه بتتباع على شكل تجربه مش قيمه، يعني بدل ما تشتري عربيه عشان تنقلك بتشتري عشان تحس انك مميز، بدل ما تاخد كورس عشان تتعلم تاخده عشان تحس انك في طريق النجاح. اقتصاد كامل قايم على انك تحس مش تعمل. لكن الكارثة ان الوهم ده مش بيقف عند الافراد، ده بقى نظام اقتصادي عالمي متكامل. البنوك والشركات والحكومات حتى كلهم بيدوروا في دايرة نخلق امل نبيعه مش نخلق منتج نقدمه. تعال بسطها لك، في نوعين من الاقتصاد، واحد بنسميه اقتصاد حقيقي وده اللي بيصنع اكل، ملابس، خدمات، والتاني اقتصاد مالي ده اللي بيتاجر في الفلوس نفسها. في الاول الناس بينتجوا وبعدين يكسبوا، في التاني الناس بتكسب وبعدين تدور على اي انتاج يغطي المكسب. ده بالظبط قلب اقتصاد الوهم. يعني بدل ما تكون الفلوس انعكاس لقيمة حقيقية بقت هي القيمة نفسها. خليني اقول لك حاجة مدهشة، سنة 2024 حجم الاقتصاد العالمي الحقيقي اللي هو السلع والخدمات الفعلية اتقدر بحوالي 110 تريليون دولار. لكن لما نبص على حجم الاصول المالية اللي هي في الغالب اوراق مالية ومشتقات، الرقم يوصل ل 630 تريليون دولار. يعني ببساطة العالم بيعيش في اقتصاد افتراضي قيمته اضعاف الحقيقة. وده مش مجرد رقم، ده معناه ان كل دولار حقيقي في الاقتصاد في مقابله أكتر من 5 دولار على الورق. يبقى السؤال، لو حصل أي صدمة مين هيقدر يميز الحقيقة من الوهم؟ مين هيفضل واقف لما الخيال يقع؟ الناس دايما فاكرة ان الاقتصاد الوهم ده فكرة نظرية، لكن الحقيقة انه واقع بالارقام بيأثر على كل جنيه في جيبك. خلينا ارجع لك سنة 1637. هولندا اغنى بلد في اوروبا وقتها. الناس كلها كانت مهووسة بوردة اسمها التوليب، زهرة جميلة نادرة كانت رمز للطبقة الراقية. لكن الهوس ده كبر لدرجة الجنون. الناس بدأت تشتري بوصلات التوليب باسعار فلكية، وفي ناس باعت بيوتها عشان تشتري بوصلة واحدة، والكل كان بيقول السعر هيزيد، ده استثمار مضمون. وفي يوم الناس بطلت تشتري، الاسعار انهارت. في اسبوع واحد الناس اكتشفت انهم كانوا بيشتروا الوهم مش البوصله. البوصله هي لكن السعر كان حلم جماعي. وده اول درس في التاريخ عن اقتصاد الوهم. لما القيمه تبقى مبنيه على الامل مش على الانتاج، الانهيار مساله وقت. بس الإنسان ما بيتعلمش. بعد 300 سنة نفس القصة اتكررت، بس المرة دي في أمريكا سنة 2008. البنوك كانت بتدي قروض إسكان لأي حد، وبعدين تبيع الديون دي في شكل أوراق مالية. المستثمرين يشتروا الأوراق دي لأنهم فاكرينها أصول آمنة، بس الحقيقة كانت ديون مش قابلة للسداد. يعني البنك باع وهم القدرة على السداد، المستثمرين اشتروا وهم العائد المضمون. ساعتها قال وارن بافيت جملة الشهيرة: مفيش غير لما البحر ينسحب بنعرف مين كان يعوم عريان. يعني لما الأزمة بتحصل الحقيقة بتظهر. والمثير ان الأزمة دي كلفت العالم أكتر من 15 تريليون دولار. فلوس راحت في الهواء، اتولدت من لا شيء واختفت من لا شيء. النهاردة الوضع أكبر بكتير. قيمة السوق المشتقات المالية في العالم اللي هي عقود على حاجات لسه ما حصلتش وصلت لحوالي 1.2 تريليون دولار، يعني أكتر من 10 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي للأرض. تخيل كوكب الأرض كله بينتج 110 تريليون دولار، لكن الأوراق اللي بتمثل توقعات الإنتاج 1.2 تريليون دولار. يعني الوهم بقى هو الأصل والواقع بقى هو المشتقات. الوهم مش بس مال، في وهم رقمي كمان.
وسوق العملات المشفرة مثلا، في أكتر من 20,000 عملة اتخلقت في آخر 5 سنين، لكن 90% منهم اختفوا وفقدوا قيمتهم بالكامل. ملايين الناس اشتروا رمز رقمي على أمل إنه يبقوا ثروة، وفي الآخر طلع هواء. وبرضه في عالم المؤثرين سنة 2024 وصل حجم سوق الانتباه الرقمي ل 200 مليار دولار. ناس بتكسب ملايين مقابل مشاهدات ولايكات وحياة أونلاين مش حقيقية. كل ده بيغذي فكرة اقتصاد الانطباع بدل اقتصاد الإنتاج. حتى الجامعات الكبرى بدأت تبيع شهادات أونلاين، مش عشان المعرفة لكن عشان الإحساس بالإنجاز والنتيجة. جيل كامل بيشتري هوية جديدة على الإنترنت مش مهارة حقيقية. في تقرير من World Economic Forum قال إن حوالي 40% من الاقتصاد الرقمي العالمي في 2025 هو الاقتصاد قائم على الانتباه، يعني الفلوس بتتحرك مقابل وقتك مش مجهودك. اللي بيحصل النهارده إن اقتصاد الوهم مش بس موجود، ده بقى هو اللي بيقود حركة العالم. أسعار ترتفع وتنهار بتغريدة من ملياردير، أسواق تتحرك بسبب فيديو فيروس، وشركات تتسع قيمتها بمليارات وهي لسه ما كسبتش جنيه. المشكلة لما الناس تبطل تفرق بين الوهم البناء والوهم المضل أو الوهم المضلل. في مصر والعالم العربي اقتصاد الوهم واخد أشكال مختلفة، أبرزها الفقاعة العقارية. الناس شايفة إن العقار هو الاستثمار الآمن، لكن لما الأسعار بتطلع بسرعة من غير دخل حقيقي بيزيد، بيبقى عندهم وهم الثراء السريع. في 10 سنين بس أسعار المتر في بعض المدن الجديدة زادت أكتر من 400%، بينما متوسط دخل الأسرة ما زادش أكتر من 60%. يعني المواطن بيدفع أكتر بس ما بيملكش فعلا. القيمة في الورق مش في الواقع. البنوك بتمول المطورين يعلنوا للناس عشان تشتري، بس من غير دراسة لقدرة السداد. وده في نفس السيناريو اللي سبق انهيارات عقارات في العالم، وفي أمريكا لتركيا والصين. وفي الإعلام الوهم بياخد شكل تاني، تبيع قصص نجاح سريع على السوشيال ميديا، ازاي تبقى مليونير في شهر، ازاي تعمل بيزنس من غير رأس مال. الوهم هنا بيتغلف بنصائح، بس في النهاية بيخلق شعور عام ان الثراء سهل وان الفقر سببه انك مش بتفكر صح. لكن الواقع الاقتصادي بيقول ان نسبة البطالة بين الشباب في مصر والمنطقة العربية تتراوح ما بين 22 ل 28%، وده وحده من اعلى نسب العالم. يعني النظام كله مش بيدي فرصة حقيقية كفاية، لكن بيبيع للناس امل استهلاك. حتى المشاريع القومية الكبيرة احيانا بتدخل في منطقة رمادية لما المشروع يتركز على الشكل مش العائد. لما يتم تمويله بالديون من غير انتاج مقابل، بيتحول من مشروع تنمية لمشروع وهمي. تقرير البنك الدولي اشار ان نسبة الدين العام لمصر وصلت في 2025 حوالي 95 من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي لوحده قرب ل 170 مليار دولار تقريبا. ده بيطرح سؤال، هل بننمو فعلا ولا بنضخ سيولة في صورة النمو؟ لكن الوهم مش دايما سلبي، أحيانا الوهم البناء بيكون دافع. يعني فكرة تقدر تبقى دولة صناعية ممكن تبدأ بحلم ثم تتحول لواقع، زي ما حصل في كوريا وسنغافورة. الفرق إنهم بنوا الوهم على خطة مش إعلان. نيجي بقى للوهم القادم، الذكاء الاصطناعي. النهاردة في شركات قيمتها مئات المليارات بس عشان عندهم خوارزميات قوية، حتى لو لسه ما كسبتش حاجة فعلية. اوبن اي وغيرها من الشركات القيمة كلها مبنية على التوقعات، على الوعود بالمستقبل. لكن في نفس الوقت الذكاء الاصطناعي ممكن يقلب الاقتصاد كله، هيشيل وظائف ويخلق فرص جديدة. تقرير البنك الدولي الأخير بيقول إن الذكاء الاصطناعي ممكن يزود الإنتاج العالمي بنسبة 7% خلال 10 سنين، لكن في المقابل ممكن يأثر سلبا على أكتر من 300 مليون وظيفة. لسه ما عندناش استعداد كفاية. يعني ممكن نلاقي نفسنا مش بس خارج اللعبة، لكن بنشتري منتجاتها وبندفع ثمنها زي ما حصل في كل الثورات التكنولوجية اللي قبل كده. في النهاية اقتصاد الوهم مش مجرد خطر مالي، ده خطر اجتماعي ونفسي. لما الناس تفضل تشتري الانطباع وتعيش على الأمل بدل ما تنتج وتواجه الواقع، المجتمع كله بيعيش في فقاعة كبيرة شكلها حلو بس فاضية من جوه. المطلوب مش بس نحارب الأحلام، لكن نفهم الفرق ما بين الوهم البناء والوهم المدمر، بين الرؤية والخداع، بين السعي والهروب من الواقع. لأن في النهاية كل اقتصاد بيبدأ من فكرة، بس الفرق الحقيقي في النية اللي ورا الفكرة. أنا أحمد عاشور، استنوني في حلقة جديدة من بودكاست فلوس الناس.